عليكم شباب، رجعنا فيديو جديد من قناة مخلد لتعلم الرياضيات. اليوم عندنا شرح موضوع الحساب الذهني والقوى والصورة العلمية والرقمية. حضر ورقة وقلم وتابع الشرح للأخير. أول موضوع أو أول فقرة هي الحساب الذهني، وتتكون من ثلاث فقرات، اللي هي اللي أسه يكون صفر، يعني مثلا 4 أس صفر يساوي 4 أس صفر يساوي. وثاني فقرة اللي أسه رقم من 2 فما فوق، مثلا نكتب 8 أس 3. وثالث فقرة عندنا اللي أسه رقم 1، مثلا عندنا 9 أس 1 يساوي، نكتب الناتج. اللي يكون أسه صفر فالناتج ماله 1، يعني هذا 4 أسها صفر الناتج مالها يكون 1، أو أي رقم مثل 8 9 10 فما فوقه. واللي يكون أسه رقم 1 فنضرب الأساس في نفسه 3 مرات، يعني فوق 2 الأس إذا كان 2 وفوق نضرب الأساس اللي هو الرقم الكبير في نفسه حسب عدد الأس. يعني هسه هذا 3 نضرب 8 3 مرات، يعني 8 في 8 في 8 ونكمل 8 في 8 64 وفي 8 إلى آخره. أما اللي يكون أسه 1 فمن تشوف رقم أسه 1 تكتب العدد نفسه، يعني هسه هذه 9 أسها 1 وكأنما ما موجود، فراح تاخذ 9 وتخليه هنا، وبهاي الطرق راح يكون حلك صحيح. طبعا إذا لاحظنا بالكتاب راح نشوف أرقام عندها أعداد أصفار كثيرة، مثل هذا الرقم اللي عندنا اللي هو 100,000 وهذا الرقم 2000. فطريقة الحل هي إنه نحسب عدد الأصفارة ونخليها هي الأس. يعني مثلا عندنا هنا 1 2 3 4 5 أصفارة. احنا راح الصفر الأول نحسبه، يعني احنا ما نكتب 1 أس 5، فراح نحسبه ويا هذا العدد الأول، فيصير 10 ونرجع نحسبه ويا الأصفارة، فيصير 10 أس 5. وهنا نكون خلصنا الموضوع الأول من رياضيات الصف الأول متوسط منهج 2025. ننتظركم بالموضوع الثاني والثالث وإلى أن نكمل الكتاب معا. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة إذا استفدتوا، ولا تنسون تفعلون زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.